السبب الرئيسي اللي خلاني اتشجع واصور في السويد هو قرب مدينة مالمو السويدية من العاصمة الجميلة كوبنهاجن. في خلال نص ساعة هتبقى في مدينة مالمو في السويد. حصل اللي عمري ما كنت اتوقعه، فجأة لقيت الضباط بيوقفوني وبيتكلموا معايا بيقولوا لي بعد اذنك انزل عايزين نفتش العربية. ودخلت الحدود السويدية يا جماعة. وانا في الطريق كنت عايز اشتري حاجات من السوبر ماركت. بصراحه المحل ده فيه كل الاسعار رخيصه جدا وخصومات كبيره جدا، ارخص من كل الدول الاسكندنافيه. بتلاقوا كل يومين ثلاثه كده اهو لازم يعملوا خصم، بينزلوا من المنتج ممكن 80% من سعره. فانتوا كمان لما تيجوا توصلوا اوروبا لازم تمشوا بنفس السيستم ونفس النظام عشان تعرفوا تعملوا فلوس كتيره قوي. وطبعا يا جماعة ما كانش ينفع نمشي من السويد من غير ما نتكلم على أعلى ناطحة سحاب سكنية في السويد والتانية في أوروبا. يلا نكمل رحلتنا للسويد مالمو وأحلى فيديوهات هنعملها هناك. يلا بينا. السبب الرئيسي اللي خلاني اتشجع واصور في السويد هو قرب مدينة مالمو السويدية من العاصمة الجميلة كوبنهاجن. وده بسبب إن مدينة مالمو بتقع في أقصى جنوب السويد، واللي بيفصل بينها وبين كوبنهاجن هو جسر عظيم تم افتتاحه في 1 يوليو سنة 2000. الجسر ده محمل على أبراج طولها حوالي 204 متر، وبكده بتكون المسافة بين العاصمة كوبنهاجن في الدنمارك ومدينة مالمو السويدية هي 16 كيلو متر. حصل اللي عمري ما كنت اتوقعه. انا كنت طالع من كوبنهاجن ورايح على الكوبري اللي هو بيربط الدنمارك بالسويد. في خلال نص ساعة من الدنمارك كوبنهاجن هتبقى في مدينة مالمو في السويد. وفجأة دخلت على المدخل الانترنس بتاع السويد ودفعت الكارتة اللي هو كنت دفعت 450 كورونا. فجأة لقيت الضباط بيوقفوني وبيتكلموا معايا وبيقولوا لي بعد اذنك انزل عايزين نفتش العربية. فانا قلت عادي، موضوع عادي بسيط مفيش مشكلة، هنزل من العربية وهيفتشوا العربية وخلاص. لقيت نفسي مسحوب جوه البارك اللي هو البارك ده. رحت دخلت الجراج بالعربية، ركنت العربية، قعدت في مكان جوه اللي هو تفتيش ذاتي واسئلة وانت رايح فين وكنت بتعمل ايه وايه حياتك وايه دنيتك. وطبعا جابوني من اول ما اتولدت لحد لما وصلت عندهم، بس ما كانوش بيسالوني، هم عرفوا طبعا كل حاجه لان كل بياناتي موجوده في الاتحاد الاوروبي اللي هو كل دول اوروبا كلها او كل دول الشنجن كلها. طبعا كنت انا قلقان شويه لان اول مره يحصل معايا موقف زي ده. انا مبسوط عشان خاطر دي بتحمي السويد وبتحمي الدنمارك وبتحمي الناس من ان هم يهربوا حاجه او يعملوا حاجه تضر البلد. يلا نكمل رحلتنا للسويد مالمو واحلى فيديوهات هنعملها هناك. يلا بينا. In 2 kilometers, take the exit toward Malmö V and Nyhamn. ودخلت الحدود السويدية يا جماعة. عدد سكان مدينة مالمو هو 320,415 نسمة، ودي كانت إحصائيات سنة 2012. أما بالنسبة لعدد السكان مع الضواحي والقرى 687,428 نسمة. ومن هنا أقدر أقول لكم إن مالمو فيها ثالث أعلى نسبة من المهاجرين، وده طبعا من بين كل البلديات الموجودة في السويد. وانا في الطريق كنت عايز اشتري حاجات من السوبر ماركت بصراحه، فسمعت ان في محل كبير قوي في مالمو او في السويد عموما اسمه ايكا ماركت. المحل ده فيه كل الاسعار رخيصه جدا وخصومات كبيره جدا، ارخص من كل الدول الاسكندنافيه. فقلت لازم استكشف المكان ده والمحل ده، وهو بالمره اوريكم برضو ثقافه الاسعار في دول اوروبا والسويد والنرويج والدنمارك والكلام ده كله. ويلا بينا ندخل نستكشف ايكا ماركت. I'm honored and I'm humbled to speak to the Malmö International Forum on Holocaust Remembrance and Combating Antisemitism. وبسبب إن مدينة مالمو فيها نسبة عالية من المهاجرين، ففي سنة من السنين تم تنظيم مظاهرة كبيرة جدا بتناشد بعدم العنصرية في شوارع مالمو، وطبعا كان ليها تأثير كبير على الحكومات في السويد وعلى البلد كلها.
وقبل ما ندخل المحل ده في افيه غريب وعجيب، وهو ان المحل مكتوب ان هم بيفتحوا من الساعه 6:29 وبيقفلوا الساعه 10. ليه بقى كاتبين ان هم بيفتحوا من الساعه 6:29 زي ما انتم شايفين كده اهو؟ مش كاتبين مثلا ان هم بيفتحوا الساعه 6:30؟ الله اعلم، موضوع غريب وعجيب. المهم يلا بينا ندخل نستكشف المحل ده. بما أن مالمو مدينة مهمة جدا في السويد، فكان لازم أظهر كل الأحداث التاريخية أو العالمية اللي حصلت فيها. أولهم كانت زيارة بابا الفاتيكان لمدينة مالمو في أواخر أكتوبر سنة 2016. أما التانية كان حدث مهم جدا وعالمي وقع في المدينة دي في سنة 2022، وهو كان إقامة دورة الألعاب الأولمبية بس للمعاقين. بس انا عايز اقول لكم ثقافه كده في المحلات اللي انا بدخلها في الدنمارك وفي الدول الاسكندنافيه عموما وفي اوروبا، دايما بتلاقوا كل يومين ثلاثه كده اهو لازم يعملوا خصم، بينزلوا من المنتج ممكن 80% من سعره. طبعا مش بيعملوا خصم عشان خاطر سواد عيونك او سواد عيونك، لا، ده عشان بتبقى خلاص تاريخ الصلاحيه بتاعتها قربت تنتهي وبيبقوا عايزين يخلصوا الكميه اللي عندهم بدل ما يرموها يكسبوا منها اي حاجه والسلام. طبعا الناس بتعمل ايه؟ مثلا اللانشون واللحوم والكلام ده كله بتاخدها وبتفرزنها وبتاكلها عادي جدا من غير اي مشاكل ومن غير اي حاجه. موضوع بسيط بس مهم، كان لازم اوضحه لكم عشان كل الناس في اوروبا عايشين بيعملوا كده اهو. فانتوا كمان لما تيجوا توصلوا اوروبا لازم تمشوا بنفس السيستم ونفس النظام عشان تعرفوا تعملوا فلوس كتير قوي. وكل حاجه بصوا هتلاقوها دايما ايه؟ عليها علامه صفرا كده اهو، يبقى دي عليها خصم. شايفين؟ دي عليها خصم، تمام؟ ده عليه خصم. كل اللي عليه علامات صفرا ده مثلا اهو عليه خصم. كل الحاجات اللي بتبقى عليها علامه صفراء كده اهو بتبقى عليها خصم. شايفين ده مثلا 41% غابات. غابات دي يعني خصم يا جماعه اهي. حاجات بقى من هذا القبيل كتير جدا، في اللحوم، في الجبن، في الالبان، في العصاير، في كل حاجه. وطبعا يا جماعة ما كانش ينفع نمشي من السويد من غير ما نتكلم على أعلى ناطحة سحاب سكنية في السويد والتانية في أوروبا، وهو مبنى سكني ضخم جدا اسمه تيرنينج تورسو، والمعروف باسم الجذع المتحول. بيبلغ ارتفاعه 190 متر، وهو مكون من 54 طابق في مدينة مالمو السويدية. وحصل المبنى ده على جائزة اسمها ميبن في معرض البناء في فرنسا، وتم تصنيفه كأفضل مبنى سكني في العالم. أما التصنيف الثاني للمبنى ده وهو دخوله في متحف الفن الحديث على إنه من أجمل 25 ناطحة سحاب في العالم. زي ما انتوا شفتوا دلوقتي اهو في المحل كل الحاجات، اللوح الحمراء البيضاء وعليها علامه صفراء والكتاب عليها بالاحمر، دي كلها عليها خصومات. كل اوروبا ماشيه بنفس السيستم ده يا جماعه. ما تنسوش اشتروا دايما في الخصومات لما ربنا يكرمكم وتسافروا وتلفوا الدول الاوروبيه كلها. يلا بقى اشتري الحاجه اللي انا عايز اشتريها واطلع واكمل رحله استكشافاتي في السويد. مالمو مدينه العرب، احلى مدينه في السويد او من احلى المدن في السويد، هنستكشفها وهنشوف ايه اللي هنعمله هناك فيها. وانا اسف ان انا شكلي تعبان عشان سايب بقالي كتير جدا، بس احنا هنكمل ونهاركم زي الفل. يلا بينا.